عم بسيوني، ازيك يا راجل يا طيب؟ الوقت افتكرت عم بسيوني بعد ما بدلتوني بالذكاء الاصطناعي. مفيش احسن من الذكاء الطبيعي وعسل جبن النحل الطبيعي والرضاع الطبيعي. الذكاء الاصطناعي احسن واسرع. طيب يا اخويا، اديك حايص ولايص وداير محتاس وسط الناس ومش لاقي حل في الكيسة اللي انا صانعها دي. طيب بعد اذنك قول الحل. خد الزيتونة، خد الخضار اللي انا عايزه كله، خد الطباية، خد النهية. دوست على زرار الباور؟ ايوه، وبعدين؟ بس كده، هو ده كل ده انا عارفه. وروح يا راجل، الذكاء الاصطناعي احسن منك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بكم في حلقه جديده من برنامج خالد. في سنه 2025 حصل حاجات غريبه. دخلت كده على الفيسبوك، لقيت واحد صاحبي منزل صوره جنب اسد. فالمهم اقول له يا ابن اللعيبه، انت رحت حديقه الحيوان؟ يعني انت وصلت جنب الاسد؟ مش تقول لي قال حديقه الحيوان مين يا ابني؟ ده انا مجرب الاي اي. قلت له اي؟ ايه هو الاي اي ده؟ راح جنبي قال لي الاي يعني برنامج كده صنعوه جديد عم يعمل صور وبتاع. فالمهم دورت في الموضوع وقلت لازم اعرف كل اخواني، قلت هعمل فيديو عنها في 2026 وادينا جينا ولازم اعمل فيديو عنها. ودي صوره بالاي اي يا جدعان عشان اتاكد من المصداقيه اللي انا اعمل فيديو عنها. المهم انا جاي النهارده اعمل لكم حلقه عن جيميناي ومن غير مقدمات كده، يلا بينا. تخيل كده انك قاعد لوحدك وفتحت التليفون بتاعك وبدات تتكلم برنامج، بس البرنامج ده مش مجرد تطبيق بيرد عليك تكلم ويرد عليك، لا ده بيفهمك وبيحلل كلامك وبيرد عليك وبيفهمك انت بتقول ايه وبيعمل لك حاجات اللي انت عايزها. وانا يا جماعه بالمناسبه يعني ديت المفروض انا ما اتكلمش اقول كده، بس هقولها لكم بصراحه. الصور المصغره اللي انا بنشرها بعملها من جيميناي، وممكن كمان يرسم لك صور من خياله هو. قول لي خياله هو وعنده خيال؟ اقول لك ايوه هو عنده خيال. اغرب من ده كله انك انت ممكن تكلمه عربي ويرد عليك، تكلمه ياباني ويرد عليك، تكلمه صيني ويرد عليك، تكلمه اسباني يرد عليك، تكلمه تركي تقول له استنى سيفيورو يقول لك وانا كمان. ده مش خيال علمي، ده اسمه جيميناي، جوجل جيميناي. وهنا بتبتدي المتعه. وساعتها السؤال اللي لازم يتسأل، احنا فعلا بنطور التكنولوجيا ولا بنخلق عقل جديد؟ القصه ما بداتش بالشكل الاكبر اللي احنا شايفينه دلوقتي، اللي تقول له يا جيميناي اعمل له صوره يبعتها لك بعدها بسنتين. لا، كانت القصه بدات يعني هنحكيها لك. بدايه خالص الذكاء الاصطناعي كان بسيط جدا مقارنه بدلوقتي. كان شبه طفل عبقري، بس الطفل ده شاطر في الانجليزي بس. لو كلمته عربي كان بيحاول يفهم بس هو مش فاهم عربي، بس احيانا بيرد بشكل مش دقيق. وده مش لانه غبي، لكن لانه اتدرب كتير على بيانات وملايين بيانات انجليزيه. حلوه الطماطم صح؟ يعني من الاخر كان شايف العالم، من مكان واحد، من شكل واحد، من نافذه واحده. هنا بقى القصه تاخد اتجاه تاني خالص، مش مجرد علم وبحث، ده بقى فيه مليارات فلوس داخله. ويا ريت جت على مليارات فلوس بس، ده قوه وسيطره ومليارات ومستقبل وكل حاجه. شركات التكنولوجيا الكبيره بدات تضخ مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي. شركه زي جوجل كانت بتضخ مليارات عشان بس تبقى هي الاقوى في السوق. كانت بتجربه مش عشان تكسب وخلاص، لا ده كانت عايزه تكسب دلوقتي وبعدين وامبارح. فهمت انت؟ انا عايزه تكسب المستقبل من الاخر. وفي نفس الوقت كان في منافسين اقوياء جدا زي اوبن اي اي ومايكروسوفت وغيرهم كتير من المنافسين. فالموضوع بقى شبه سباق عالمي، مين هيعمل اكبر نظام، مين هيكسب السوق، مين هيكسب المستخدمين. واللي يخسر مش بس هيبقى خسر تطبيق عظيم، لا ده هيبقى طلع من اللعبة اساسا. جوجل فهمت حاجة مهمة جدا، ان العالم مش بيتكلم انجليزي بس. واحد يقول يا ابن اللعيبة يا جوجل، معلومه فتاكه، العالم مش بيتكلم انجليزي بس. تصدق المعلومه دي ما كنتش اعرفها؟ طب ما انا عارف يا عم ان العالم بيتكلم انجليزي وعربي وفرنساوي ورياضه وحساب كمان. يا عم اهدى، انا بتكلم معاك في الاي اي، انا مالي. جوجل قالت لازم نغير النظام ونخلي لغات كتيره في النظام دوت عشان نتوسع اكتر. ومن هنا بدا تطوير جيميناي بتطوير ضخم وبشكل مبالغ فيه. بداوا يضيفوا له لغات كتيره، ومن اهم اللغات دي في العالم لغتنا يا صديقي، اللغه العربيه. وده كان تحول كبير جدا. واحد يقول لي يا عم انت مش ناوي تسيب الطماطمايه دي ولا تزعل نفسك؟ وفجاه يا صديقي الذكاء اللي كنت بتكلم عربي بتقول له يا اسطى اعمل له الصوره، يقول لك ماذا تتكلم يا صديقي؟ اما اقول لك اعمل له الصوره ما قلتلكش يقول لي الكلام ده.
ايوه انا اعلم يا صديقي، ده الذكاء الاصطناعي في البدايه عشان تبقوا عارفين يعني. فجاه زي ما قلت لك الذكاء اللي كان بيتلخبط وما يعرفش يرد عليك بقى بيرد عليك عربي بكل طلاقه. وبالمناسبه الصور المصغره بتتعمل بيه فتكه دلوقتي اللي عايز يعمل زي يعني، والدليل ان الذكاء الاصطناعي بقى اقوى. دي صوره اللي انا عاملها ذكاء اصطناعي من زمان، اقول لكم هي مش من زمان، ده هي المره اللي فاتت. المهم ان هو مش مجرد ترجمه، ده بيفهمك صح وبيفهم المعنى بتاعك، مش بيترجم دلوقتي، بيترجم ويفهم بالعربي، ولو عاوز يعمل لك صينيه ملوخيه هيعمل لك. هنا بقى لازم نفهم حاجه مهمه، مش برنامج جوجل جيميناي بس للدردشه، ده نظام متعدد القدرات، يعني يقدر يفهم النصوص، يحلل الصور، يستنتج المعلومات، يربط افكار ببعض، يعني يقدر يعمل اي حاجه زي ما بيقولوا. يعني الذكاء الاصطناعي دلوقتي بسم الله ما شاء الله متطور، وكمان يطلع لك حلول وافكار جديده. يعني مش بس بيرد عليك، ده بيحاول يفهم الذكاء ويفهم اللي حواليه بطريقه جديده، وده اللي خلى ناس كتير تشوفه مجرد اداه، لكن بدايه لمرحله جديده في التكنولوجيا. بعد ما التكنولوجيا دي انتشرت الناس بدات تستخدمها في حاجات غريبه، والحاجات دي كمان مبهره. في ناس بدأت تولد صور خيالية جدا، في ناس صممت أفكار ومشاريع كاملة، وفي ناس استخدموا في كتابة قصص وأفلام. وبقى الموضوع مش مجرد مساعدة، لكن لا، الشريك في الإبداع. في نفس الوقت الشركات بدأت تكسب مليارات الدولارات. واحد يقول لي طب الشركات عمال تكسب مليارات الدولارات وانت بتكسب ايه؟ انا بكسب مليارات القروش، سواء من الاشتراكات في الموقع او الخدمات او دمجه في انظمه العمل. لو الذكاء الاصطناعي كان بيتطور ويفهم اكتر ويعرف اكتر، احنا هنفضل فين في الصوره دي؟ هل هو مجرد اداه في ايد الانسان، ولا في يوم من الايام هيكبر اكتر ويبقى ليه فايده اكتر من كده؟ وهل الشركات اللي بتصرف مليارات دلوقتي هي عارفه هتوصل لايه بالظبط، ولا بتصرف بعبط وبزخ؟ البزخ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، هم ما يبسطوها كل البسط. المهم، هل هو كده فعلا، ولا احنا داخلين على حاجة أكبر من تطبيق ذكي؟ هل اللي بنشوفه دلوقتي مش مجرد تقني عادي؟ اللي بنشوفه دلوقتي مش مجرد تطور تقني عادي، ده سباق عالمي بين الشركات الكبيرة على النفوذ وعلى الفلوس وعلى المستقبل. والذكاء الاصطناعي زي جيميناي بقى جزء من المعركة دي. السؤال الحقيقي هو مش بيعمل ايه، السؤال هو احنا بنستخدم التكنولوجيا دي ولا هي اللي بتستخدمنا وبتغير طريق حياتنا من غير ما نحس؟ والمستقبل لسه ولسه ولسه بيبتكر. واخيرا وليس اخيرا يا صديقي، احنا وصلنا للنهاية. طبعا هقول لك قصة بسيطة كده ضحكتني على جيميناي. زمان كنت بقول لواحد اعمل لي صورة مصغرة عشان احطها الفيديو على اليوتيوب، كان بيقول لي مش فاضي. دلوقتي بقول له يا جيميناي اعمل له صورة مصغرة احطها الفيلم على اليوتيوب، بيديها لي بعدها بثانيتين. بس هي دي القصة الصغيرة اللي تضحك. روحنا على اليوتيوب، اشترك على القناة، والسلام عليكم.